خريج المعهد العالي للفنون المسرحية. بدأ مشواره الفني بأدوار صغيرة قدام عمالقة التمثيل، وتعلم منهم عشق الفن وتقدير الأصالة. هالشي كان نقطة انطلاقته بعالم السينما ليصير صاحب الدور الأول بعدد كبير من الأعمال. نال عدة جوائز، منها جائزة أفضل ممثل من الأكاديمية الأفريقية السينمائية، وجائزة من المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالإضافة لعدة تكريمات من مختلف الدول العربية. اليوم لبنان بكرمه لأنه نجم من الزمن الجميل، النجم الكبير فاروق الفيشاوي. حسابك كتر قوي يا درويش، ولازم يتصفى. إذا كنت فاكر نفسك وحش غول، رقبتك هتطير على إيدي. بدعي على المسرح الكاتبة والصحفية ابتسام غنام والفنان جورج وديع الصافي لحتى يسلموا القدير العملاق فاروق الفيشاوي الدرع التكريمي باسم لبنان. بعده بحب الجمال. ثلاثة باللبناني. مساء الخير. نحن الليلة كتير سعيدين بتكريم فنان كبير، تكريم فاروق الفيشاوي، تكريم لإلنا كمان. أعماله تركت بصمات على مساحة الوطن العربي. فاروق الفيشاوي ابن مصر العظيمة. تفضل أستاذ جورج. طبعا الكلمة لأصحاب الكلمة. أنا اللي بعرف أقوله إنه عظيمة يا مصر يا أرض النعم، يا مهد الحضارة، يا بحر الكرم، نيلك ده سكر، جوك معطر، بدرك منور بين الأمم. عظيمة يا مصر، عظيمة يا مصر يا أرض النعم. رحم الله فناننا العظيم العبقري وديع الصافي. يسعد مساكم جميعا. حقيقة اجتماعنا اليوم كفنانين عرب في هذا التكريم ليس غريبا، بل هو واجب، ولأن الفنان هو ضمير الأمة، فده دوره الحقيقي أن نجتمع جميعا حتى نحقق ما نتمناه. أنا في لبنان بلدي الأول، أنا ما عنديش في الوطن العربي بلد تاني. اجتماعنا اليوم كفنانين عرب بيؤكد على شيء نحلم به منذ زمن. إذا توحد العرب قامت القومية العربية والدول العربية في اتحاد. يا رب ادعوا معي. النجم فاروق الفيشاوي، بدي اقول لك اياها 5 مرات. بعده بحب الجمال. هلا مش عم يطلع علي انا. بحشتك طارق. مكملين سهرتنا.